بالنسبه للبرنامج، هناك ندوه فكريه حول ماذا؟ ندوة فكرية حول جمالية التلقي في المسرح المغربي، وهو تيمة المهرجان، انطلاقا من شعار المهرجان من أجل خلق جمالية درامية متميزة في المسرح المغربي. هذه الجمالية التي نبحث عنها في النصوص المسرحية، في المؤلفات المسرحية، بعيدا عن نريد الجمالية الفكرية، نريد جمالية التلقي. هذا هو المبحوث عنه في هذا المهرجان، وهذه هي وقفة التأمل التي سنقوم بها في إطار هذه الدورة، خصوصا وأنه كما تعلمون أن المشاكل الاقتصادية والمادية التي يعانيها الفنان بصفة عامة والفنان المسرحي بصفة خاصة هي التي أدت إلى مجموعة عراقيل، مجموعة مشاكل أفرزت ذلك الجانب المادي أو طغيان الجانب المادي على الفنان، بحيث أن الفنان لم يعد يفكر في جمالية العطاء والإبداع بقدر ما أصبح يفكر في مداخيل العرض. هذا هو الإشكال المطروح بصفة خاصة في المسرح ببلادنا بصفة عامة ومسرح العرب. يعني كيفاش تلاحظ الآن الدراما على المستوى المغربي؟ هذا هو المشكل المطروح بالنسبة للدراما. عندنا عطاء، عندنا فنانين في مستوى، عندنا عندنا إنتاج، عندنا تأليف، إخراج، سيناريو، كل هذه الأركان لدينا في المستوى، لكن أصبحت يطغى عليها الجانب المادي بحكم النقص في بحكم ما عرفتش نقول، ولكن عندنا مشاكل مادية يعانيها الفنان بصفة عامة، هي التي تؤثر وهي التي أفرزت هذا المشكل الذي أثر في الجانب الأدبي والمسرحي. بالنسبة لإلهام أمارو مديرة المسرح الملكي بعاصمة النخيل مدينة مراكش، بالنسبة لك الكلمة الأخيرة. نعم، الكلمة الأخيرة أن الدعوة للجمهور باش يحضروا المهرجان. نعم، طبعا هذه الدورة رابعة لمهرجان مسرح دراما بمراكش التي ستنظم أيام 28 29 و 30 مارس 2014 في المسرح الملكي، تحت شعار من أجل خلق جمالية ودرامية متميزة في المسرح المغربي. الدعوة للجمهور المراكشي والوطني بصفة عامة لحضور هذه التظاهرة التي نتمنى لها الاستمرارية في الدورات القادمة بحول الله، والتي نتمنى ونرجو لها النجاح والاستمرار. الاستمرارية. شكرا. لا.